قصة حقيقية. كان هناك تاجر معروف في بلدة بعيدة يدعى عبد الرحمن، اشتهر بين الناس بالصدق والأمانة. وفي يوم من الأيام جاءه رجل غريب وأعطاه كيسا كبيرا من الذهب وقال له: يا عبد الرحمن، أنا مسافر فاحفظ لي هذا المال حتى أعود. ابتسم عبد الرحمن وقال: اطمئن، فالمال أمانة عندي والله خير الشاهدين. مرت السنوات ولم يعد الرجل. ظن الناس أن عبد الرحمن استولى على الذهب، لكنه كان يقول دائما: الأمانة دين وسأردها ولو بعد حين. وذات صباح جاء رجل شائب وقال بصوت متعب: أنا الغريب الذي أودعك المال منذ سنين. فرح عبد الرحمن وأخرج الكيس كما هو، لم ينقص منه درهما واحدا. فبكى الرجل وقال: والله ما وجدت في الدنيا مثل أمانتك. فقال عبد الرحمن وهو يبتسم: من يخاف الله لا ينسى وعدا ولا يخون أمانة. وفي تلك الليلة نام عبد الرحمن مرتاح البال، فرأى في منامه مناديا يقول: لقد رضي الله عنك يا عبد الرحمن كما رضيت عنه عباده. لو وصلت لهنا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واشترك في القناة لو بتحب القصص اللي فيها عبرة تخلي قلبك يطمن.